اليوم قصتنا على هذا المثل. الغايب أزرى وياه. هذا المثل فيه قصة كلش حلوة وواقعية. بالحرب العالمية الثانية اكو جنود اثنين من الجيش العثماني، واحد متعلق بالثاني، فواحد منهم اتصوب بالحرب، فهذا لازم ينقذ صديقه ويطلعون على منطقة سكنية، فشالوا طلعوا على منطقة سكنية قريبة عليهم، فبهالاثناء وهم رايحين للمنطقة السكنية انقصفوا قذيفة، فالصوب الثاني اللي ما بيشي فقال لصديقه بعد انت ما تقدر تشيلني فروح. فراح هذا بعد ما يقدر يشيل صديقه، قال انا اروح اشوف لي بيت انا ادخله واعالج نفسي. فلحد ما وصل اكو منزل وصل له طاح انغمى علي، فظل الصبح طلعت ام البيت عندها طيور برا ودجاجات تذب لهن حنطات، فرجعت تطب للبيت انتبهت اكو جثه بالباب، طلعت تركض للمنطقه بالشارع، صاحت جيرانها حتى يجونها، فمن اجوا قالت لهم دخلوه لي جوا، دخلوه للبيت، اعتنت به وظلت تعالجه لحد ما تعافى وصحى ووعى، وانتبه هذا الجندي انه المرأة وحدها، وانتبه انه اكو اخ عندها يمر عليها يوميا باستمرار. فورا ما تعافى اخوها قال له بعد انت تعافيت وعالجتك حاول بعد تروح. فسمعت اخته فما قبلت، ما قبلت لان تعلقت به، وهو هذا الجندي هم متعلق بيها، طلب من اخوها الزواج، قال لا انا اريد اختك. فقبل وتزوجوا. ورا سنة من الزواج الجندي لازم بعد يخبر زوجته بالحقيقة، فقال هي انا متزوج ولازم اروح اشوف عائلتي وشنو اخبارهم وارجع لك. فقالت لا الله وياك. فمن راح تركها حامل، صار عندها الطفل، كبر الطفل، دخل مدرسة، وهو بهالاثناء لحد من بدا يحكي يسأل كل اللحظات، يسأل وين ابوي وين ابوي وين ابوي، فلحد ما صار عمره 8 سنوات جاها قال وين ابوي، فهي انضغطت قالت للغائب عذره وياه، وظلت هاي الجملة ثابتة وتتنقل من واحد لواحد، وصارت مثل ينطبق على كل واحد يغيب ما نعرف شنو الأسباب.